اغلب العملاء اللي انت بتدور عليهم موجودين وهم كمان بيدوروا عليهم، على عكس ما الناس متوقعه. التسويق من خلال السوشيال ميديا لم يتم استغلاله بعد بالشكل المناسب لقدراته، وده مش هيتغير على الاقل في الفتره اللي جايه. التسويق بشكل عام مجال ديناميك جدا وبيتحرك بشكل اسرع ما انت متوقع، ودايما بتبقى محتاج تتابع تحركاته وتوجهاته اول باول بدل ما تلاقي نفسك في وقت من الاوقات زي كودك او نوكيا. يعني مثلا البراند اللي في 2022 اهمل الريلز على الانستجرام ولسه شغال بنفس الاستراتيجي بتاعت 2021، فانت مش هتلاقيه دلوقتي موجود اصلا. خلينا نرجع السيرس ورا كده ونبدا نشوف هي ايه اصلا السوشيال ميديا ماركتنج كشغلانه. السوشيال ميديا ماركتنج هي بروسيس ترويج وتسويق البيزنس بتاعك خلال منصات السوشيال ميديا عشان توصل لعملائك المحتملين. بس مع ذلك تريكات السوشيال ميديا ماركتنج هي في تعريف السوشيال ميديا وبالتحديد وجمله انك توصل لعملائك المحتملين. بس الاول عايزك تعرف الفرق بين حاجتين، الفرق ما بين السوشيال ميديا مانجمنت والسوشيال ميديا ماركتنج. السوشيال ميديا ماركتنج احنا قلناها هي تسويق وترويج البيزنس بتاعك من خلال منصات السوشيال ميديا عشان توصل لعملائك المحتملين. طيب السوشيال ميديا مانجمنت هي البروسيس بتاعه صناعه المحتوى اللي بيه هتروج للبيزنس بتاعك من خلال المنصات، وده من ضمنه ايه؟ ده من ضمنه اداره الصفحات، اداره الصفحه نفسها، اداره الصفحه كبوستنج كمانجمنت كمودريشن. خلي بالك ان من ضمن تعريف السوشيال ميديا مانجمنت ان هو المحتوى اللي تكون بتعمله يكون ريليفنت للبيزنس بتاعك وجمهورك المحتمل او جمهورك المستهدف. طيب ايه الهدف من السوشيال ميديا مانجمنت؟ الهدف من السوشيال ميديا مانجمنت انك تبني ريليشن، انك تبدا تستبلش ريليشن شيب ما بينك وبين العملاء بتوعك، تبدا تخليهم يثقوا فيك من خلال المحتوى اللي هتقدمه له، واللي بالتبعيه بعد كده بيخلي اغلب الفولورز بتوعك يتحولوا لعملاء. طيب قلنا محتوى تفاعلي. طيب التفاعل هنا في تعريفه بيقول ايه؟ التفاعل تقدر تقول ان هو انطباع الناس عن البراند بتاعك، يعني زي ما تخش صفحه وتلاقي فيه لاف كتير. طبعا انا متفاهم ان السوشيال ميديا مانجمنت محتاجه حاجه لوحدها، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على النقطه اللي تقدر تخلينا نموف اون مع موضوع الفيديو. طيب جزء تاني من السوشيال ميديا ماركتنج هو السوشيال ميديا ادفرتايزنج. هو على عكس ما الناس متوقعه، هو السوشيال ميديا ادفرتايزنج او الممول هو حاجه من التسويق من خلال السوشيال ميديا او السوشيال ميديا ماركتنج. يعني ايه اصلا بقى سوشيال ميديا ادفرتايزنج؟ هو ان انا اوصل رسالتي او اوصل لجمهوري في الحال من خلال ان انا ادفع للمنصه. يعني انا بدفع للمنصه مقابل ان هو يخلي رسالتي توصل للناس في الحال. يعني انا بدفع دلوقتي الرساله توصل دلوقتي. هنتوقف هنا ونقول سوشيال ميديا ماركتنج واعلانات ممول. يعني طب ما كلم احمد ابن خالتك يعمل لك ممول. هيطلع لك حد هنا يقول لك انا اعرف واحد كويس قوي بيعمل اعلانات مموله، بيجيب الرساله بجنيه ونص، هكلمه لك. طب يا عم الناس، هو دلوقتي الراجل ده بيجيب رساله بجنيه ونص، كام واحد من اللي بعتوا رسائل بيتحول لعميل؟ لا ما اعرفش، دي ارزاق. يعني هو بيجيب الرساله بجنيه ونص ده ثابت عشان هو جامد، بس بيتحول كام واحد بيتحول لعميل؟ دي ارزاق. لا انا قلت ان في نظريه علميه من الاف السنين بتقول لا تربط ثابت بمتحرك. اللي ما خدناش احنا لا دي نظريه عظيمه كده. متفاهم جدا فكره ان الناس مقتصره السوشيال ميديا ماركتنج كلها في الممول، لكن اللي مش مفهوم ازاي الناس مش بتحاول تدور على اللي ورا ده، لانه بالفعل اهميه السوشيال ميديا ماركتنج ما بتتوقفش عند الممول. انت لو عايز تبني بيزنس وعايز البيزنس ريت بتاعك يكبر، محتاج تبدا تفكر انا ازاي اقدر استفيد من السوشيال ميديا، ازاي اخد منها قدر المستطاع. طيب استفيد ايه من السوشيال ميديا او ايه هي اهميه السوشيال ميديا ذلك كبزنس؟ اول حاجه عملائك بالفعل موجودين على المنصه. انت حوالي 3 مليار بني ادم من 7 مليار موجودين على السوشيال ميديا، وعندك حوالي 60 مليون مصري موجودين على السوشيال ميديا. كل واحد بيستخدم السوشيال ميديا متوسط 3 4 ساعات في اليوم، يعني حوالي ربع يوم الناس. انت متخيل ان عملائك بيقضوا ربع يومهم في مكان ما؟ واحنا مش بنتكلم على برنامج ولا على مسلسل ولا على تلفزيون، احنا بنتكلم بس على ان هو يسكرول على السوشيال ميديا، بنتكلم في 3 4 ساعات. فلو العملاء بتوعي بيقضوا ربع عمرهم في مكان ما، انا لازم اكون موجود في المكان ده ومهما كانت التكلفه. وده اللي بقوله لك دلوقتي، انك تقدر تكون موجود على السوشيال ميديا بتكلفه اقل من اللي انت متخيلها بكتير، وتبدا البيزنس بتاعك وتكبره بتكلفه اقل من اللي انت متخيلها بكتير، ومش شرط يكون ممول. وبرده انت عشان توصل للعملاء بتوعك ده مش واقف بس على السوشيال ميديا، انت تقدر تأجر مساحه اعلانيه في جورنال، تقدر تستأجر مساحات اعلانيه زي اللي في الشوارع، تقدر تستأجر مساحه اعلانيه على التلفزيون، تقدر تستأجر اماكن كتير قوي عشان تقدر توصل لجمهورك المستهدف. بس ده بيقابله مشكلتين بالتحديد. اول مشكله وهي الاسعار. اسعار او تكلفه الحاجات دي اسعار مخيفه وارقام مخيفه، ولو انت لسه بتبدا بيزنس انت غالبا مش تقدر تدفع الرقم ده. يعني 1000 جنيه اللي تقدر تستثمر فيها في السوشيال ميديا هي يا دوبك بس توصلك لحد المكتب بتاع التلفزيون عشان تتفق معاهم على ثواني تستاجرها منهم، بس هم ال 1000 جنيه يقدروا يوصلوك لحد 100000 شخص على انستجرام. وهنا بنلاقي نقطه واضحه قوي. طيب لو السوشيال ميديا جامده كده، ليه تكلفتها مش عاليه زي التلفزيون؟ ليه بنشوف ثواني على التلفزيون بتوصل لملايين عشان توصل في الاخر لكام؟ ل 100000 و200000، وانت حرفيا باقل من الرقم ده بكتير قوي تقدر توصل له على السوشيال ميديا. طيب ليه فرق الاسعار الكبير ده؟ هل اصلا سعر الاعلانات من ساعه ما بدات الاعلانات على السوشيال ميديا لحد النهارده السعر ما اتغيرش؟ لا،
السعر مع مرور السنين ومع زياده عدد المستخدمين والمعلنين الاسعار بدات تزيد، بس مازال بعد الزياده دي كلها في تفاوت مرعب جدا ما بين التلفزيون وما بين الفيسبوك مثلا. فده معناه ان اسعار الاعلانات مش قليله، اسعار الاعلانات بتزيد. طيب هل ده معناه ان هيوصل في يوم من الايام سعر الاعلان على الفيسبوك او على الانستجرام هيوصل لنفس سعر التلفزيون او الجورنال؟ والاجابه ببساطه انه لا. وده بيرجع لاستراتيجيه التسعير بتاعت كل تشانل من دول. يعني عندك التلفزيون يقول لك ان رامز جلال بيشوفه 100 مليون واحد، فبالتالي انت بتدفع مقابل ان انت اعلانك محتمل يشوفه 100 مليون واحد. بس هل هو هيوصل لل 100 مليون؟ ما تعرفش. وهل ال 100 مليون حتى لو ظهر قدامهم هيشوفوه؟ برضه ما تعرفش. على عكس السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بتحاسبك مقابل اللي وصل لك، مقابل ان انت شافك 100 200 300، مش بيحاسبك على مجمل. يعني مش بيجي يقول لك انا البلاتفورم بتاعتي عليها مليار واحد فانت لو عايز تعلن عندي تدفع مقابل المليار. لا، انا بدفع مقابل بس اللي شافه، بدفع مقابل بس التفاعل بتاعي، بدفع مقابل الفيو بتاعي بس، مش بدفع مقابل المجمل. ده غير ان انت على التلفزيون ما تقدرش تقول مين شاف اعلانك قد ايه، على عكس السوشيال ميديا اللي كل المنصات بتقدم لك كم تراكنج داتا تقدر بيها تعرف الناس شافت اعلانك كام في المية وشاف لحد فين وتفاعل بالشكل اللي عامل ازاي. فبمنتهى البساطه عشان نعرف احنا ليه اسعار السوشيال ميديا كاعلانات اقل من اسعار التلفزيون، احسبها كالاتي: المنتج اللي انت بتدفع مقابله هنا هو الجمهور، والجمهور ده متواجد على المنصات بكم كبير. طيب هل عليه طلب كتير؟ لا، الطلب عليه قليل، فبالتالي السعر هيكون ايه؟ بالظبط السعر قليل. على عكس التلفزيون الجمهور المستهدف اللي موجود هناك قد ايه؟ كبير، والطلب عليه كبير، فبالتالي السعر هيبقى ايه؟ كبير. طيب دي مشاكل الاعلانات التقليديه، وهي التكلفه والداتا. الداتا مش مهمه عشان خاطر بس انت هتعرف الناس شافت الاعلان بتاعك قد ايه واتفرجوا قد ايه ودخلوا ولا لا او داس لايك ولا لا. لا، الداتا هي في عصرنا الحالي هي اللي بتحكم. اللي معاه الداتا هو اللي بيعرف يتصرف. لو انا معايا كل الداتا الكافيه عن البيزنس بتاعي انا هعرف اخد قرارات للفتره الجايه، هعرف احط بلان، هعرف اطلع استراتيجي. لو ما معيش داتا انا في جزء كبير جدا من شغلي مش هعرف ابنيه. عندنا نقطه ثانيه برضو ما بين فروق السوشيال ميديا ماركتنج وبين التلفزيون. في التلفزيون مثلا ممكن يقول لك ان انا عندي 100 واحد بيتفرجوا على رامز. طب يا عم ال 100 مليون دول عندهم كام سنه؟ هو ما يعرفش. طيب يا عم الناس دول ولاد ولا بنات؟ عايشين فين؟ هو كل اللي يقدر يقوله لك ان والله الناس دي مصريين وسعوديين. طيب هل يقدر يديني داتا ثانيه؟ لا. هل لو انا قلت له انا عايز الاعلان بتاعي يظهر الشباب اللي عندهم 18 سنه اللي عايشين في التجمع اللي بيصرفوا قد كده، هل هيقدر يعمل ده؟ لا، لان هو ببساطه بيحاسبك على المجمل. فانت بالتالي لو انت اصلا محتاج 10% بس من ال 100 مليون بتوع رامز فانت هتدفع مقابل 90% انت مش محتاجهم اصلا، مش هيهتموا بالمنتج بتاعك. وبتدفع مقابل 90% من الناس مش مهتمين يعرفوك ومش عايزين، مش بيدوروا عليك اصلا. وغير كده انت بتدفع مقابل 100% من الناس اللي انت ما تعرفهمش. وده بياخدنا لنقطه ثانيه. طيب هل ده معناه انك انت محتاج تبقى عارف جمهورك؟ بالفعل انت محتاج تكون عارف جمهورك. وبعد ما تعرف جمهورك بتقدر تخش تختاره بالتحديد من خلال التارجتنج اللي موجود على كل المنصات. وطبعا التارجتنج مش بس الستات او مش بس الشباب اللي عايشين في التجمع اللي عندهم 18 سنه. التارجتنج في الديجيتال ماركتنج وفي السوشيال ميديا ماركتنج اوسع من كده بكتير بشكل لا تتخيله. خليني هنا اسالك سؤال الاول: هل انت عايز تبني براند وتكبره ولا انت عايز تبيعه وخلاص؟ هل انت عايز تبني وتستثمر للمستقبل ولا انت عايز تجيب مبيعات وليدز دلوقتي وخلاص؟ هل بتحاول تبني ثقه وعلاقه بينك وبين عملائك ولا مهم البيع دلوقتي والعميل يشتري دلوقتي؟ اللي هيحصل بعدين مش مهم. في حاله انك اخترت المكافاه الفوريه السوشيال ميديا هتساعدك في ده وهتقدر توصل لمبيعات فوريه. السوشيال ميديا هتساعدك. والحقيقه ان ردك على السؤال ده هو هيحدد جزء كبير من استراتيجيتك، من اللي انت هتوصل له النهارده وبكره. لانك انت لو بتدور على النتائج الفوريه هتوصل لها، لكن لو بتحاول تستثمر فانت ليك استراتيجيه مختلفه. والحقيقه ان اغلب الناس بتيجي بتقول لك انا عايز ارقام دلوقتي، انا عايز اطلع مبيعات دلوقتي وبكره يحصل اللي يحصل. في حاله انك اخترت انك انت عايز تعمل مبيعات دلوقتي فانت ابسط حاجه تعملها سوشيال ميديا ادفرتايزنج استراتيجي وجو اون يا مان. هتجيب ارقام ومبيعات والدنيا هتبقى حلوه اللي هي ايه. طيب الاستراتيجي دي بمنتهى البساطه بتقول ايه؟ الاستراتيجي دي بمنتهى البساطه بتقول لك ان انت خلي ناس كتير قوي تخش على الويب سايت بتاعك او اللاندنج بيج اللي بتشرح المنتج بتاعك او السيرفيس بتاعتك، وبالتالي ناس كتير تبدا تعرفك وتبدا تشتغل على انك انت تحولهم يشتروا على طول، ما تاخدش معاهم الفانل كامل. لان نسبه الناس اللي هتحول من البيز الكبير اللي شاف الويب سايت بتاعك او عرفك في اول مره النسبه قليله جدا اللي هتشتري منك بعد كده. وده طبيعي لانك انت خلاص اختصرت. ده في حاله ان المنتج بتاعك كان قيم او الخدمه كانت قيمه وانت مستهدف وكل الخطوات صح. احنا بنفترض ان الخطوات مشيت صح، فده اللي هيحصل. ان انت لو مشيت صح وعلى كل الستبس والبروسيس مظبوط ففي الاخر هيتحول جزء من الناس اللي دخلت معاك في الويب سايت لعملاء يشتروا منك. وعشان الاستراتيجيه دي تشتغل معاك بشكل كويس
محتاج تجرب ادز كتير وكرييتيفز كتير، وتجرب بوست وكونتنت وتجرب كوبي عشان تقدر في الاخر تحدد ايه النوع اللي هيفيدك بالشكل الكافي. وما تنساش بقى لو عايز تعرف اكتر عن الاستراتيجيات دي اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا. ومع بساطه انك تقدر تعمل اعلان ممول وتقدر تجيب مبيعات بشكل سريع، الا ان في هنا خطر محتمل هو مرعب، انك في الحاله دي حطيت نفسك تحت عوامل كلها خارجيه، مفيش ولا عامل تقدر تسيطر عليه الا الادز والكريات. وممكن جدا ما تقدرش تسيطر على العوامل الخارجيه دي زي تكلفه الاعلانات اللي بتنتج عن المنافسه في المجال بتاعك، بالتالي بيأثر في ربحيتك مش في ادائك. فالقصه مش السوشيال ميديا والممول هيجيبوا لي ارقام وسعر الرساله هيبقى جنيه ونص ولا لا، القصه كلها انا بعد كل ده هبقى طالع كسبان ولا لا، لان اكيد اي اعلان عشان يبقى كسبان لازم يجيب لي اكتر ما صرفت عليه. يعني انا مش هينفع اصرف على الاعلان 50 جنيه يبيع انا هكسب منها 10 جنيه. انا عايز اقول ايه؟ اللي انا عايز اقوله ان على المدى القصير الاعلانات هتبقى مفيده جدا ليك، لكن لما تيجي تبني استراتيجي للمدى الطويل الاعلانات عمرها ما هتنفع، لان فيها عوامل خارجيه زي ما قلنا لا يمكن السيطره عليها او من الصعب السيطره عليها. طيب هنا بيتجلى معانا ويظهر معانا ايه؟ ان انا ابني براند على السوشيال ميديا، ابني وجود. طب هل ان ابني براند ده حاجه سهله ومش هيعمل لي مشاكل واصحى الصبح كده انزل شويه بوستات وبتاع خلاص كده يا جماعه انا عملت ان عندي براند على السوشيال ميديا؟ لا، الموضوع مش كده. الحقيقه ان التحدي الاكبر في انك تبني براند على السوشيال ميديا هو الوقت. انت بتتحدى الوقت، تاخد وقت مش قصير عشان تقدر تعمل ده، عشان تقدر توصل لفولورز هم لويال. ومع ذلك فهو تركايه الموضوع كلها بمنتهى البساطه انك تقدم قيمه للناس. محتاج تحط نفسك مكان الناس وتبدا تشوف هم عايزين يشوفوا ايه، وتخليهم يشوفوا انت قد ايه فاهم مجالك وفاهم في اللي انت بتعمله عشان يقدروا يثقوا فيه. تبعيه بتلاقي الناس بعد كده خلاص هي اللي عايزه تشتري منك. بمجرد ما بتوصل للحته دي انت خلاص وصلت ان انت بنيت سمعه على السوشيال ميديا، الناس بقت عارفاك. مجرد ما يبقى عندك سمعه فبالتالي تقدر تبيع اكتر، فتقدر تبيع من غير ممول، او تقدر ما تعتمدش بشكل كبير قوي على الممول. بس ما تنساش بقى تقول لي رايك في الكومنتات، ايه رايك تعمل اعلان ممول ولا تبني براند؟ انا عن نفسي بقول الاثنين مع بعض، انت محتاج تبني براند ومحتاج تشغل الممول، لانك انت عايز تبني لبكره وعايز تعمل النهارده.